بصي، انا شامه في ريحه الحاد او كفر في السواقه، في حاجه غريبه في الجمله، يعني احنا ما بنخلقش حاجه. بس بصرف النظر عن المعنى الحرفي للكلمه، خلينا نقول انه لا، في جسم ستات هيبقى ليها او هتكون بيبي مش هتقدر تولده. الترانسفيرس لاي، البيبي المستعرض، مش هتولده طبيعي. المنتو بوستيريور يعني نازل بوشه ودقنه دي في ظهر الام، لو اتشقلبت مش هتولده طبيعي. ايه كمان يا لموسة يا عسولة يا أمورة، افتكري معايا افتكري معايا. اه البراو لو جاي بقورته كده مش هتولده طبيعي. حالات التوينز المونو مونو، يعني الطفلين في كيس واحد ومشيمة واحدة، خطر جدا 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 ان هم يتولدوا طبيعي. حالات الفوتلينج اللي هو البيبي نازل بالقدمين الاتنين، وطبعا القدمين دول حاجة مش تخينة فيقدر الرحم ينزلهم وهو فاتح 5 سنتي مثلا بس، وتشعلق بقى فوق بالكتف، او نزل الفوت ونزل الكتف هتتشعلق الراس، لان الراس اعرض حاجة في الجسم، خصوصا لو شعلقة الراس كانت اكستنشن، وده غالبا اللي بيحصل. حد بيشد عليكي من تحت مثلا، بينزلك من حلقة كده ولا حاجة، ولا بتعدي ماسورة من بتاعة النينجا تيرتلز دي وايه الماسورة دي يا دوبها جاية في حجم وسطك مثلا، او جاية حجم لحد ما تحت الشولدر كده، هتلاقي الباقي متشعلق فوق. ولو تشد عليه ونزل كمان الكتف، وزنه نفسه مع الجاذبية غصب عنه هيخلي راسه تتفرد لفوق. ففردة الراس دي ده كده محيط لا يمكن يعدي من حوض أنثى بشرية. حالات تانية بيبقى اسمها كومباوند، يعني البيبي مقدم بالراس عادي، لكن مع الراس حاطط طرف من اطرافه عامل كده مثلا، كده كده كل ده المحيط ده عايز يعدي في نفس الوقت، فاستحالة برضه هيعدي من حوض أنثى بشرية. حالات تضخم الجنين، بيبي تجاوز 4 كيلو ونص أو تجاوز 4 لأم مريضة سكري، مش هقولك مستحيل، ممكن يعدي بس بنسبة اللي هيعدي بدون مشاكل قصاد اللي مستحيل يعدي أضعاف الأضعاف 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 الاحتمالات في صالح اللي مش هيعدي.